بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. باعتقاد ليلتين أو ثلاثة أو حتى 10 مو كافية لترجمة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لأن إحنا جاي نتكلم عن شخصية قد يتعجب البعض بأنه إذا قلنا بأن بعض الكتاب بعض العلماء كتب 4 مجلدات ضخمة بالإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، مثل أسد حيدر، الشيخ أسد حيدر رضوان الله تعالى عليه، اللي يحب يشوف كتابه، الكتاب المشهور المعروف وهو الإمام الصادق والمذاهب ال4. وأكثر من ذلك الكتاب الآخر أنا ما وقع بإيدي، ولكن أسمع بأنه كتب عن سيرة الإمام الصادق وآثاره العلمية وطلبته وبعض شؤونه العظيمة وإيضاحاته الإسلامية، دورة قوامها 40 مجلد. باعتقادي ماكو شخصية كتب عنها بهذا الحجم، 40 مجلد لشخصية. وصاحب الكتاب يقول هذا بعض ما عند الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حتى حطك بالصورة، يعني تعرف بأنه جعفر بن محمد الصادق بهذه الصورة، بهذه الهالة العلمية الكبيرة، بل وهو أعظم. لذلك قبل أن أبدأ بسيرة إخواني هذه الليلة والليلة القادمة إن شاء الله، الله يعظم لكم الأجر جميعا ويجعلكم من السائرين على هداه ومن شيعته صلوات الله وسلامه عليه، لابد من مقدمة إخواني، ومقدمة ضرورية ومهمة. لماذا إعادة الذكرى؟ يعني ليش الآن إحنا قاعدين من دون البشرية كلها، من دون المذاهب الإسلامية الأخرى، من دون الديانات الأخرى، من دون الشرائع الأخرى، إحنا ملتصقين بأمتنا إلى هذه الدرجة بحيث ما تفوتنا أي مناسبة من مناسباتهم. وأسأل الله أن ما تضعف الحضور في المناسبات. الحضور هي أيام قلائل، ملتفتش أقول، وخصوص الإمام جعفر بن محمد الصادق إحنا منسوبين إليه، يعني عندما يقال جعفرية أو 12 لا ينطلق الذهن إلا لأئمة أهل البيت وإلى الإمام الصادق بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. السايجين ليش سمينا بالجعفرية؟ شنو المعنى؟ ليش ما سمينا بعلوية للإمام أمير المؤمنين؟ لأن أصلا هي طلابة يم علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه. الشيعة يقولون هو الأولى وهو الأول وهو الآخر في الخلافة، وغيرهم يقول لا. فليش ما سمينا بالعلوية مثلا؟ ليش ما سمينا بالحسنية مثلا؟ ليش ما سمينا بمذهب الحسينية مثلا؟ أئمة وأفضل من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ذول آباءه حجج كبار، لكنه خصوصا سمينا بالجعفرية للأسباب اللي سوف تأتي، لاحتلال الإمام الصادق محلا كبيرا في القضية العلمية. لذلك ألفت نظرك قبل أن أبدي بسيرته صلوات الله وسلامه عليه والإيضاحات والإضاءات اللي تركها الإمام الصادق بعضها، وبكرة إن شاء الله نتعمد أن نمر بسيرته من ولادته إلى وفاته بأبي وأمي حتى نطلع على هذا العملاق الكبير. قبل أن أبدأ لابد من إيضاحات بسيطة ومقدمة بسيطة. لماذا إعادة الذكرى؟ يعني الآن إحنا قاعدين وباذلين وقت وجهد وإلى آخره لنحيي ذكرى الإمام جعفر بن محمد الصادق، أو لنحيي بقية أئمة أهل البيت، أو فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها. شنو المقصد من هذا؟ ما هو معناه؟ يعني إحنا مجرد تعودنا لقينا آبائنا هالشكل وآبائنا لقوا أجدادهم هالشكل؟ لو لا، القضية يعني قضية عقدية وبيها فوائد اجتماعية ودينية وإلى آخره. نعم، الأخرى يعني بيها فوائد كبيرة جدا وجمة وعظيمة. من الأهداف لإقامة العزاء إخواني التفتوا أرجوكم، إحياء ذكرى أئمة أهل البيت يعني إحياء الدين. يعني اللي لازمنا الآن ويا أهل البيت شنو؟ متحملين القتل والإرهاب والتفسيق والتكفير لأجل انتمائنا لأهل البيت. لذلك عندما نحيي ذكرى أهل البيت يعني نحيي الدين،
ملتفتش أقول؟ اثنين، إحياء شخصية مثل شخصية الإمام الصادق معناتها إثراء الساحة العلمية، إثراء الساحة الدينية. تذكر شخصية بحجم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هذا يعيدنا إلى أمجادنا الأولى: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هاي اثنين. ثلاثة إخواني، إعادة الذكرى معناتها إعادة الفضيلة ودفع الرذيلة وتذكير مجتمعاتنا بأن ترى ذولا أئمتكم، ذولا أخلاقياتهم، هذه عبادتهم، هذا علمهم، هاي سيرتهم إلى آخره. لذلك ألفت نظرك، مجتمعنا محتاج إلى إعادة الذكرى لو ما محتاج؟ إي والله محتاج، ومحتاج كثيرا وبإلحاح. ليش؟ لأنه تعالى يعني إحنا أئمتنا أهل البيت جعفر بن محمد الصادق، شنو الفائدة أنا إذا أروي لك أقول لك كان يصوم الدهر؟ يصوم الدهر يعني شنو؟ يعني يصوم أول الشهر ووسط الشهر وآخر الشهر. وكان من العباد، بحيث ابنه يقول صلوات الله وسلامه عليه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله يقول إن لأبي هيبة كبرى. أبو حنيفة يقول كنت أهاب جعفر بن محمد الصادق أكثر من هيبتي للسلطان الذي في زمانه. هو يصرح. لذلك ألفت نظرك، هو الإمام الصادق بأبي وأمي كان يلح على قضيتين دائما، كون نسمعهن بالمقدمة. يلح أول قضية يلح عليها يقول يا ريت شيعتي يكونون مثقفين عالمين بيهم فقهاء وعندهم فكر، لأنه الدنيا إذا خلت من الفكر شنو؟ هذا اللي قدامك يصير الآن. إحنا الآن أمامنا هجمة شرسة مروعة، دول عظمى كبرى تريد السيطرة على ثقافتنا العامة، تريد تتفهنا. لذلك يفرضون عليهم أن يجب بالقانون أن تحطون عدم تجريم المثلية. تصور يعني تجيك بعد 10,000 كيلو متر ويقولوا لك يابا ترى حرية التعبير، أن يطلع لك فلان وفلتان وإلى آخره تافهين. والمشكلة عندنا الحقيقية، المشكلة مو بالتافه، المشكلة أن التافه يكشف مجتمعاتنا أيضا كم فيها من حجم التافهين بالمقابل. وإلا تتصور أنت الآن تسجيل أكو عندي، ما أذكر يعني أنزه المنبر عن ذكر بعض القضايا، بس أأشرها والحر تكفيه الإشارة. يعني تتصور مجتمع حسيني مؤمن شيعي مثل مجتمعنا اللي إحنا هذا اللي نظن به، وإذا يومين و4 أيام وأسبوع مرجون، والله فاشنستا انقتلت، مرجون رجل، دنيا مرجونة رجل، مرجونة الدنيا والدنيا محترقة على واحد تافه يرقص. تتصور إحنا وين وصلنا؟ وذكرى جعفر بن محمد الصادق تمر علينا ولا كأنه أوكي شيء. ويمكن لو تاخذ لك المايك الآن وتطلع للسوق وتقول له أبوي ليش سمينا بجعفرية؟ يقول لك والله ما أدري، يمكن إحنا جعفرية ربع الجعفري اللي صار بالحكومة، يمكن هيك بعضهم يقول لك. صدقني يعني مو لأن أنت تربيت في مجالس الإمام الحسين وعلى فراش شيعي وعندك ثقافة وتسمع من المنبر تتصور إنه هاي الإجابات تتصور بعيدة عن الذهن. لا، وحقك يطلع قناة الغدير تطلع تسأل بالتلفزيون يسألون احكي لي حديث واحد عن فضل علي بن أبي طالب. تتصور شباب 1 و2 و10 و20 ما يعرف يجاوب، يعني ما يعرف أصلاً. وتمر عليه الغديرية ويصيح النبي من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وإذا بعض شبابنا ما يعرف قل له تعرف فلان؟ ما قلت لك ما أريد أجي، لو ما كنت أصور أذكر لك اسمه وحقك، بس خاف تنتشر بعض المقاطع ويقول لك والله زين إحنا وصلنا حتى للخطباء ذول التافهين. وإلا شو تسميها أنت مثلا؟ وحدة راقصة، وحدة ماجنة، واحد تافه لا عنده محتوى ولا عنده شخصية ولا عنده علم. أنت عليه من تشجعهم؟ ما أعرف، لأنه المشكلة يعني الحمقى يميلون إلى أقرانهم. يعني واحد طالع لك واحد مثلك شاب مثلك يتمرقص بالتلفزيون مطلع مرته ويقول ترى صار عليها 7. تصور يعني لا غيرة لا ناموس لا أبدا، مغسول غسل. وتجي المتابعات، وإذا بالمتابعات واللايكات وإلى آخره 5 ملايين، وهذا يقوم يعبي فلوس من وراء ذول التافهين.
إيش كثر إذن تكشف في مجتمعاتنا أكو تفاهة. هذا اللي كان يلح عليه، والمقدمة ضرورية جدا أن أقول لك بيها. الإمام الصادق كان يذب كل حسرة هالكبرها، يقول وددت لو أن السياط على ظهور أصحابي. أصحابي منه؟ شيعته. وددت لو أن السياط على ظهور أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. يعني أول قضية يريدها الإمام الصادق من الشيعة شنو هي؟ أن يكونون مثقفين، أن يكونون واعين. مستعد شبابنا مستعدين أن يباوع ويدنق. يقولون العلماء إذا واحد دنق هالشكل وزن راسه إذا كانت 3 كيلوات يصير 45 كيلو، ومستعد أن يباوع بالفيس وبالأنستا ويتابع، مستعد 5-6 ساعات حتى ظهره يطق ورقبته توجعه، لكن ما مستعد أن يسمع له مسألة فقهية. ويقول لك والله كل صوتكم أنتم من وراكم، أنتم ما تعلمونا. شنو ما تعلم؟ 35 فضائية، حتى الناس مللت من المعممين. 24 ساعة فضائيات وتحكي ثقافة عامة، محاضرات، وين ما تفتر قدامك العلم. إذا ما سمعت لك واحد الدق جوجل يطلع لك أي مسألة تريدها. لكن كثير من شبابنا ما يريد يتعلم. الإمام الصادق اليوم أنا أريد أحيي ذكراه. شلون أحيي ذكراه؟ يعني راح أقول ترى عنده هيك أولاد، عاش له 65 أو 68 سنة وسمى المنصور ومات. والنتيجة شنو؟ النتيجة شنو؟ النتيجة المكياج صار طبيعي في مجتمعاتنا. النتيجة مولانا السرسرة والهيتلة صارت طبيعية في مجتمعاتنا. لذلك الإمام الصادق يلح على هاي القضية، يقول وددت أن السياط على ظهور أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. ليش؟ لأن أبسط ما يكون حتى المتدين في مجتمعاتنا إذا أجدت حركة معينة يروح وياها لو ما يروح. جاي يشوفون الآن لو ما جاي يشوفون. يعني تلقى أبو علي الشيباني إلى مشجعين، تلقى واحد ذاك ما أدري شو يسوي سحوره وما أدري شلون إلى مشجعين. اليوم واحد بالتلفزيون بالنت اليوم يطلع مولانا تعالوا زوروا هاي المولدة، ومشتشدين اكو 200-300 علق مشتشدين بذيك المولدة، تعال طلبوا من عندها مرات. يعني الآن الإمام الصادق لو موجود مو شقزيقة على هيك مجتمعات، بحيث تأمن بالكاروبة وتأمن بالتيل وتأمن بالجذع وتأمن بالنخلة وتأمن ملتفت المعجنة المقدسة. هذا شنو اللي سواه؟ اللي سواه الناس ما تقرأ ولا الناس تسمع ولا تريد تتثقف. انت شفت لك مثقف يدمر روح طين؟ شفت لك مثقف يروح الكاروبة يشد بها عليك؟ شفت لك مثقف وواعي وعنده دين يروح النخلة يقدسها؟ لا. لذلك مولانا مو كافي أن نسمع عن الإمام الصادق، والله مو كافي. خو سمعنا يعني شنو النتيجة؟ اليوم راح أقدر أحكي لك على الإمام الصادق ساعة، وبكرة أقدر أحكي لك هم ساعة ساعتين. النتيجة شنو؟ النتيجة أين الاتعاظ؟ هاي وحدة كان يأكد عليها الإمام الصادق سلام الله عليه، ولو طولت المقدمة بس مهمة. هذه وحدة كان يأكد عليها. شي يأكد؟ الثقافة، الثقافة، الوعي، القراءة. إحنا بلد كنا نقرأ، العراق يقرأ ومصر تكتب ولبنان شنو؟ تطبع. وإذا مولانا العراق يلعب بوبجي ولبنان ملتهية بالخبزة ومصر يشبيها تحاصر غزة. هذا الآن النتاج هذا جاي يشوفه لو لا. والنتيجة أن مجلسنا في منطقة شيعية محترمة ولائية شيعية ملتفت، والمجلس الوحيد على الإمام الصادق وهذا حضوره. كون نأشر ذني لو ما نأشرين ذني، كون نأشرين. لذلك ألفت نظرك، يريد الثقافة. أول شيء نزل على النبي ما هو؟ أول شيء شنو النزل؟ ما قال له قل لربعك خلي يصلون، قل للمسلمين خلي يصومون، قل لهم كذا، لا. أول ما نزل على النبي اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. بعد الذي علم بالقلم. لا القلم عندنا محترم ولا القراءة عندنا محترمة. وددت لو أن الصياط على ظهر أصحابي. هذا أولا. اثنين، يأشر كان يلح الإمام الصادق شيعتنا كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. إني لأريد منكم، الإمام الصادق يقول إني لأريد منكم أن تكونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. صحيح لو لا؟ شنو يعني خرسان؟ لا مو خرسان،
يعني عليه من يلح على القضية الثانية؟ التفتوا إخوان أرجوك، يلح على الأخلاق. أخلاق الشيعي إذا ما عنده أخلاق شنو وجود؟ يعني ما انعكست صلاة عليه ولا انعكس صيام عليه. يقول للأصحابه، يقول الإمام الصادق يقول للأصحابه، يقول لهم عرفوا الناس محاسن كلامنا. قل للناس محاسن كلامنا، تصرفنا، أخلاقياتنا، كلامنا، ملتفت مواقفنا. عرفوا الناس محاسن كلامنا فإنهم إن عرفوا كلامنا أحبونا. اعكسوا، يقول اعكسوا أخلاقنا بأخلاقكم فإن رأوكم الناس قالوا رحم الله جعفر بن محمد الصادق فلقد أدب أصحابه. أنت تمشي بالسوق مولانا وتشوف واحد غشاش، يا حنان يا منان من ما كان، ويريد يلكفك هالشكل وياكلك في دائرة، في مستشفى، في شارع، في مقاولة، أبو مخضر، طبيب، غيره، يريد ياكلك. شو تسميه أنت هذا؟ تسميه شيعي الجعفر بن محمد الصادق؟ لو تسميه وحش كاسر. من ما تجي ما يفكر حلال حرام، من ما كان خل ياخذها. هذا اللي موجود في مجتمعاتنا. وفي الأغلب إذا أعطيك نسبة الآن أقول لك بويا أنتوا القاعدين كلكم أهل سوق وأهل معرفة وأهل كذا وأهل ديوان، إذا أعطيك نسبة الآن أقول لك إيش كثر نسبة الصدق في مجتمعاتنا، إيش كثر نسبة الأمانة إذا واحد تريد تشتري من عنده وتبايعه بكل المجالات، إيش كثر نسبة الصدق عنده. بعضهم مأيس يقول لك والله نسبة الصفر حتى 5% ما تجي، وبعضهم لا شوية يصعد بالنسبة يقول لك نص كذابين ونص صداقين همزين. لذلك إعادة الذكرى هي عبارة عن جدول إن، وإلا وحقق الإمام جعفر بن محمد الصادق انكتبت بمجلدات ومتحت علماء وسيرة وعلماء من مختلف الطوائف تدين بالولاء والمعرفة والعلم والأستاذية للإمام جعفر بن محمد الصادق. ما محتاجنا، لكن إحنا محتاجين أن نراجع أمورنا. مو القرآن يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم؟ لا تفضل احنا هاي الطائفة يجي منو إمامك؟ علي بن أبي طالب. منو إمامك؟ الإمام الحسن. منو إمامك؟ الإمام الحسين. إلى أن نوصل بويت جعفرية، منو إمامكم وليش سميتوا جعفرية؟ نقول لهم جعفر بن محمد الصادق. وتجيك هاي المكاسير اللي جاي تشوفها قدامك الآن، تجيك هاي المكاسير اللي يغش بالبيع واللي يغش بالمقاولة واللي يغش كذا واللي يسرق بلده من السياسيين وإلى آخره. يجوك منو انتوا بويا؟ احنا شيعتك، احنا كنا شيعتك. انت منو؟ انا السياسي الفلان، انا من شيعتك. ها انت من شيعتي؟ ايش كم مليار بويا بوقت؟ يطرده. انت من شيعتي بويا؟ اي نعم. ايش قد نكسة ميزان عندك؟ يطرده. انت تصور، يعني تصور الامام الصادق جمع اهل بيته فد موقف، ماكو موقف من اهل البيت واقف هذا الموقف. هاي بالمقدمة اقدم لك اياها. جمع أهل بيته كلهم ملتفت، ثم قال للزوجة، قال لها ادعوا لي كل من بيني وبينه قرابة دم، يعني جيبي لي العشيرة. زين إمام طائفة هو ومرجع أعلى وعالم الأمة بأكملها، اجتمعوا عليه عشيرته. بس ايش كثر عشيرته كانوا بذاك الوقت بني هاشم وغيرهم 100 واحد كذا. قال لهم حكاية واحدة آخر لحظات بحياته، آخر وصية الإمام الصادق، كان يغمى عليه من شدة السم ويفيق. التفت الزوج قال اجتمعتوا؟ قال له نعم يا ابن رسول الله، تحت أمرك بخدمتك، ما تطلب؟ قال لهم كلمة واحدة عندي، لا تنال شفاعتنا مستخف بصلاته. مو قاطع صلاة، مستخف، يعني يوم يصلي ويوم يقطع، ما داير الهبال، مدفوع قوة على مود فلان وفلتان اللي يشوفوه ما يصلي فشله، مستخف، ما إلها قيمة صلاة بعد. والمستخف الأهم مصداق بيه شنو هو؟ إنه يصلي وصلاته ما تنهى عن منكر ولا تأمره بمعروف. وإلا أكو واحد من السياسيين الشيعة ما يصلي؟ يقول له صلي، تبني جوامع حسينيات وتلبس أسود، وهذا حالنا تشوف الله يجرب. زين،
لذلك ألفت نظرك أخوان، ألفت نظرك، لا تنال شفاعتنا مستخف بصلاته. والحرام يا ابن رسول الله قال جاي يقول لك أنا اللي مستخف صلاته أنا مو شفيعة. شنو تقول لي سارق؟ شنو تقول لي ناقص ميزان؟ شنو تقول لي مدمر بالدنيا؟ هذه معرفة الإمام الصادق. شوي أول نعرف شنو علاقتنا أصلا به الإمام الصادق بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ثامن أئمة أهل البيت هو الذي عرف بالعالم، بحيث اجتمعت الأمة جميعا على علمه وتقدمه بالعلم. أول ميزة، أول إمضاء، أول إيضاح لحياة الإمام الصادق، وأبرز شيء في زمن الإمام الصادق هو العلم والمعرفة. قيمة العلم، لا شيء في العقل أفضل من العلم إطلاقا. لما صار إمام المذهب؟ بسبب العلم إخواني. تقول لي زين العلم، علي بن أبي طالب استثناء بالعلم أصلا، ما يلحق أي واحد من أولاده. طيب لما سميت جعفرية بالجعفرية؟ التفتوا إخواني، كل إمام من أئمة أهل البيت إلى دور وإلى حجم يأخذ حيزه في زمانه. يعني زمانه شو يسمح له هو يتصرف على ضوء زمانه. يعني الإمام الحسين شنو زمانه كان يسمح له؟ زمانه كان يسمح له مو قضية علم ولا قضية كرم. زمن الإمام الحسين زمن جور وظلم وانحراف للمبادئ الإسلامية بشكل فظيع. اجى دور الإمام الإمام الحسين لبس هذا الدور، وهو الدور الأول. الإمام الحسين عالم وأعلم من جعفر بن محمد الصادق قطعا. الإمام الحسن عالم وأعلم من الإمام جعفر بن محمد الصادق قطعا. لكنه الإمام جعفر بن محمد الصادق وضع في دور، يعني بدأت المدارس الأخرى تنشئ مذاهب، كثر الكذابون، كثر الزنادقة. 15 مذهب فعال في زمن الإمام الصادق، لذلك لقب بالصادق لكثرة الكاذبين في زمنه. هذا واحد. لذلك نسب إليه المذهب وسمي شيعة أهل البيت في زمانه شيعة جعفرية وإلى يوم الناس هذا، بسبب أن الإمام الصادق كل المذاهب كانت عيال عليه، وكان يرد على المنافقين ويرد على الدجالين ويرد على المذاهب الإسلامية الأخرى بشكل فظيع. يعني أخذ دوره، لأن دوره كثرت فيه الترجمة والمدارس الأخرى، فأخذ دور الإمام الصادق، فظهر يعني تبلور مذهب الشيعة في زمنه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الجانب العلمي في الإمام الصادق جانب عظيم جدا. شو خلنا أنقل لك كلمات يعني العلماء فيه اللي عاصره. مثل من اللي عاصره؟ إمام المذهب المالكي مالك ابن أنس. مالك ابن أنس بأمر من المنصور ألف الموطأ، أشهر كتاب عند مالك لا بأس بالصلاة على النبي وآله. أشهر كتاب عند مالك هو الموطأ. اجى أمر رسمي فرمان بتعبيرنا إلى مالك أن جيب سوي لنا كتاب فقه ونحمل الناس عليه حملا ولو بضرب ظهورهم. لاحظ شلون من السلطان. مالك يقول لم تر عين ولم تسمع أذن أفضل ولا أعلم من جعفر بن محمد الصادق. هذا إمام المذهب المالكي. اللهم صل على محمد. ولقد كان كثير الحديث طيب المجلس نافع كثيرا. بعد إمام المذهب اللي هو النعمان أبو حنيفة النعمان، اللي كلمته مشهورة يقول لولا السنتان لهلك النعمان. يا السنتين اللي درس بيهن عند الإمام الصادق قصد بالمدينة. ملتفش أقول لولا السنتان لهلك النعمان. ليش قال هاي الكلمة؟ لأن صاح للمنصور اللي قتل الإمام الصادق، صاح للمنصور الأبو حنيفة، قال له أبو حنيفة، قال له نعم، باعتبار إمام السلطة. قال له أبو حنيفة، قال له نعم. قال له
لقد فتن الناس بجعفر، الإمام الصادق سلام الله عليه. مو شي يقول ابن حجر، بالله التفت لي شباب، شي يقول ابن حجر العسقلاني؟ هذا يموت من الشيعة ويكرههم كره أعمى. ابن حجر العسقلاني في الصواعق المحرقة يقول: وكثر حديث جعفر بن محمد الملقب بالصادق حتى سارت به الركبان وحملته الأفواه، فهو أكثر أئمة الشيعة حديثا. وفعلا فعلا أكثر أئمة الشيعة حديثا. اليوم ثلثين علم علمائنا واستنباطهم للحكم الشرعي، وأكثر ما ننقله على المنبر ننقله عن الإمام الباقر والصادق، وخصوص الإمام الصادق. ليش؟ إيش معنى؟ بينما أمير المؤمنين أعظم، بينما الإمام الحسين كان عنده أحاديث. لذلك هاي الفترة هي اللي جعلت للإمام الصادق هذه المساحة. أولا طول عمره، اثنين المساحة السياسية والحرية التي منحت للإمام الصادق، لأنه سقوط الدولة الأموية وصعود الدولة العباسية، والدولة العباسية تصيح يا لثارات الحسين، وهذا ابن الحسين ما قدروا يضيقون عليه، وفتح مدرسته الكبرى اللي يقولون ضاقت بها المدينة فحولها إلى مسجد الكوفة. هذا من الشرف العظيم أن يكون الإمام الصادق أن نقل الدورة الثانية لمدرسته العظيمة من المدينة إلى الكوفة. ايش كثر كان عنده طلاب؟ كان عنده طلاب يقول الحسن ابن أبي الوشا، هذا من أصحاب الإمام الرضا، يقول: أنا طبيت المسجد الكوفة وأدركت 900 عالم و900 حلقة كلهم يقولون حدثنا جعفر بن محمد الصادق. وذولا ما كان كلهم من الشيعة، ألفت نظرك، مو كلهم من الشيعة، يعني كان عنده كل المذاهب يدرسون عنده. أبو حنيفة يدرس عنده ملتفت، المذاهب الإسلامية الأخرى تدرس عنده. شد إليه الرحال حتى قال عنه الشيخ المفيد أن ما عد من أصحاب الإمام الصادق وطلبته وأهل المذاهب عنده والدارسين لديه 4000 طالب وعالم وكاتب كانوا يدرسون عنده في جامعته. الإمام الصادق ما كان واحد يفوته، اللي ما كان يدرس عند الإمام الصادق ما يعتبرونه عالم. قلت أقول فشيء غاية بالروعة والعظمة. زين، أبو حنيفة قال للمنصور: تعال، لقد فتن الناس بعلم جعفر. جعفر الصادق هواي علم عنده، والناس وين ما أقعد، وين ما أطب، وين ما أروح يتكلمون عن علم جعفر. تعالوا لكن وكلنا حضرنا مسائل شداد لنختبر بها جعفر بن محمد الصادق ونفشله. قال له: صار. أبو حنيفة يقول: أنا عكفت مولانا مدة من الزمن، حضرت ليش أكو مسألة صعبة بالإرث، بالعقيدة، بالتوحيد، غيرها، و40 مسألة جبتهن وقلت له: يلا أنا مستعد، صيح لجعفر بن محمد الصادق. يقول فعلا حضره. يقول: فدخلت عليهما. من هو؟ أبو حنيفة. يقول: دخلت عليهما فما وقعت عيني. التفت، هذا أبو حنيفة يقول: ما وقعت عيني على جعفر بن محمد الصادق إلا وهبت جعفر أكثر من هيبتي لأبي جعفر. من هو أبو جعفر؟ المنصور. يقول: هبت الإمام جعفر بن محمد الصادق ودخلني من الهيبة والرعب ما لم يدخل علما للسلطان. يعني داخل على ملك، رئيس وزراء وظالم ومجرم كان المنصور، مجرم ملتفت. يقول: ما دخلت من الهيبة مثل ما دخلتني من جعفر بن محمد الصادق. يقول: جلست. قال: سله. قلت: حتى أستأذن يا ابن رسول الله، تسمح لي أسألك؟ قال: تفضل. يقول: فسألته 40 مسألة وما أخطأ مسألة كان يجيبني يقول: أنتم تقولون كذا، وأهل المدينة يقولون كذا، ونحن نقول كذا، فأما وافقنا وأما يوافق أهل المدينة وأما يخالفنا جميعا. فعلمت أن الرجل أعلم من في الأرض جميعا.
بعد ذلك لما شاف هاي القضية شد الرحال أبو حنيفة يدرس عند الإمام الصادق وين؟ في المدينة. وشاف شوفه بالمدينة أبو حنيفة يعني هواية تبهذل به، هواية عرف قيمته وحجمه. يقول رأيت فتى على باب الصادق في زقاقه، يقول سألت عنه قلت من هذا؟ قالوا هذا موسى بن جعفر. هو رايح وين؟ للإمام الصادق. يقول فرأيت موسى بن جعفر على الباب صبيها في أول غضارة عمره، وإذا مولانا قلت هذا الذي ينقل عنه أهل العراق، لا فيس ولا انترنت ولا تلفزيون ولا فضائيات، ووصل صيت الإمام موسى بن جعفر من المدينة إلى العراق، مو جعفر بن محمد صادق، هذا ابنه. قلت هذا الذي ينقل الناس عنه في العراق سمعت به وما أشوفه لأختبرنه، أشوف الناس صديق كذب. أقول له تعال بشرك اليوم، تعال بشرك اليوم تشد علوقة بالشجرة، تعال شوف إلمن تتبع، تعال. قبل الناس هواي أفضل، وحقق قبل كثير من الناس هواي أوعى، ما يتبع إلا يسأل، إلا يستفسر، إلا يشوف هذا اللي جاي يتبعه عنده علم لو ما عنده علم، عنده معرفة لو ما عنده معرفة، هالشكل امشي. لا، يقول سأل سؤالين ملتفت خاف يروح علينا الوقت، وإذا به يجيبه جوابا مفحما. قلت والله هذا يستاهل الناس ينقلون عنا العلم. يقول استكفيت بسؤال موسى عن سؤال أبيه جعفر. علم يعني الآن انتماءنا لأهل البيت شنو؟ لأجل شنو؟ لأجل العلم والتقوى والدين، مو أكثر من هذا. وحقك ملتفت. فهذا الجانب شنو؟ هذا الجانب العلمي، وإلا يطول بنا الكلام في الجانب العلمي. تعال شوف الجانب الاجتماعي صلوات الله وسلامه عليه. كان أئمتنا كان أئمتنا مو منزوين مو منعزلين، وإنما دائما مع الناس. حتى واحد فد يوم يسأله يشوف الإمام لابس له فد جبة لطيفة كذا، فيسأله يقول له يا ابن رسول الله أنت في دعة الآن، دعة ولابس لك فد جبة ثمينة، وجدك كان يلبس المسوح وأمير المؤمنين يرقع مدرعته. التفت هذا مو عارف يعني شنو الموضوع. قال له أترى أن زماننا كزمان أمير المؤمنين؟ قال له لا. قال له من أي جهة؟ قال له من جهة الغنى، جاي يشوف الناس ايش قد متيسر حالها. إن الدنيا إذا أقبلت فأحق بها أخيارها لا فجارها. يا أخي، يقول لذاك السائل، يقول له يا أخي إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن تظهر نعمته عليه. التفت، كان في وسط الأمة يفهمها ويدفع عنها الشبهات ويدفع عنها المنافقين ويدفع عنها كل الشبه. يمكن تجينا بكرة إن شاء الله بعض الأشياء اللي كان الإمام يدفع بيها شبه. واحد يعني لو تعتبر موقف أبو حنيفة، ترى موقف أبو حنيفة هواية أفضل من مواقف غيره. أبو حنيفة كان متعاطف ويا أهل البيت وانبسط من وراهم وانسجن من وراهم، لكن تلقى الإمام الصادق بأبي وأمي يوقف له بالمرصاد في بعض القضايا. مثل من طبع ليه فد يوم قال له لم لا تنهى أصحابك عن سب الصحابة؟ هاي النبرة اللي قايمة هالأيام علينا، اقتلوهم يسبون الصحابة. لك والله ما نسب الصحابة، احنا ما نسب الصحابة، بس الخوش آدمي، وقال عنا القرآن خوش آدمي نتكحل بتراب رجليه بعيوننا. المو خوش آدمي ما ألغي عقلي وأقول رضي الله عنهم جميعا. لك ما يصير رضي الله عنهم جميعا. طلاب بشعبة ما يصير كلهم أعطيهم 100، يصير طلاب بشعبة أعطيهم كلهم 100. ملتفت. لذلك ألفت نظرك، قال لي ليش ما تنهى أصحابك عن سب الصحابة؟ الإمام جاوب قال له قلت لهم فعصوني. قال له ما يصير يعصوك، لازم يطيعونك. قال له أنت طايعني الآن؟ الإمام صادق يقول لأبو حنيفة، يقول له أنت عصيتني، أنت هسه اللي جاي تشكل على صحابتي أنت عاصيني. قال بما عصيتك؟ قال له عصيتني لم تستأذن على الدخول علي. أنت مو دخلت ويا ذول الزوار؟ فد مجموعة من الزوار خلط بيهم نفس أبو حنيفة ودخل للإمام الصادق يسأله. قال له أنت استأذنت؟ استحى. قال له لا. قال له خلطت نفسك بذول الزوار ودخلت علي، طعتني؟ قال له لا ما طعت. قال له زين أسألك أنت أطعت القرآن؟ قال له شلون؟
قال له أنت مو ليه ما تطيعني؟ أنت القرآن ما تطيعه يا أبو حنيفة. قال له ليش؟ قال له إنك لتعمل بالقياس، أما تعلم بأن أول من قاس إبليس؟ قال له شو أسوي؟ قال له أنا عالم بالقرآن. قال له عالم بالقرآن؟ بالله فسر لي معنى قوله تعالى وقرى ظاهرة، شنو معناها القرى الظاهرة؟ قال له طيب أنا رجل أعمل بالسنة، انطاه مسألة بالسنة ما عرف يحلها. قال له بما تقيس؟ شلون تقيس والقياس لا يجوز؟ أسألك أنت رب القياس، أنت إمام القياس، أسألك أيهم أفظع، القتل أم الزنا؟ قال له لا طبعا القتل، تقتل لك واحد، الزنا أخف، هواي أخف من القتل. قال له طيب لما طلب الله على الزنا 4 وطلب على القتل 2؟ على قياسك لازم هذا الأهم، لازم هو الشهود أكثر. سكت. قال له أيهما أشد نجاسة، البول أم المني؟ قال له لا البول، بروايات والبول أنجس. قال لما الله طلب منا أن نطهر الموضع وفي المني طلب منا أن نغتسل جميع البدن؟ كم هذا أكثر نجاسة لازم نغسل من عند البدن. وهكذا كان الإمام الصادق سلام الله عليه يجول يمينا وشمالا للدفاع عن مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكان يعين الناس اللي يعرفه واللي ما يعرفه. مو ابن الجوزي ينقل هالرواية في كتابه تذكرة المتقين، وغير ابن الجوزي ينقلها، يقول إجا جعفر بن محمد الصادق وشاف الشقراني يقول في باب المنصور يريد، الشقراني شيعي مخربط، شيعي مو تمام، مثل كثير من شيعتنا الآن، هو اسمه شيعي ما يطلع من التشيع لكن يشرب خمرة. يقول فوصل الإمام الصادق أن الشقراني يشرب الخمرة وهو من شيعته. يقول هذا واقف على الباب يريد لفد واسطة، لأن الشيعة كانوا مانعيهم من العطاء، ما يعطوهم عطاء، حصار عليهم. ملتفت يقول فشاف الإمام الصادق توسل بي، قال له يا ابن رسول الله أنا عطائي ترى عندي عائلة وجوعان وعطائي جوا ما حد يعطيني، ما عندي واسطة. الإمام هز راسه قال له إن شاء الله. طب للمنصور الإمام وطلع يقول شايل عطاء بكمه، الفليسات حاطهن وين الإمام؟ بعبايته بأبي وأمي، هذا الإمام العظيم. يقول انطاه للشقراني، قال له يا شقراني، قال له نعم، هاي الحكاية ترى إنه، قال له شوف الأدب، قال له يا شقراني إن أنا يمكن شوية أطلت عليكم، لا بأس بالصلاة على محمد وآله. إذا تقول لي سيدنا سولف لي على جدك، هم سولف لك نص ساعة، يعني تريدنا على الإمام الصادق بالله شلون الحكي وين يروح منا وعشرات الروايات وقضايا أخرى. يعني أنا من أنزل هم ما حاجي شيء أحس بالتقصير واقعا، فعذرا يعني شوي على الإطالة. محل شاهدي التفت له للشقراني هذا اللي وصل الإمام الصادق أنه يشرب خمرة، التفت له إله. بس احنا هم بيناتنا كل من يرجع الروحه ويحاسب الإمام الصادق. التفت له قال له يا شقراني، قال له نعم يا ابن رسول الله. بعد ما أعطاه فلوس قال له تفضل هذا عطائك، هذا راتبك خذته؟ قال له نعم جزاك الله خير شكرا. قال له بس عندي حكاية وياك. شنو؟ قال له يا شقراني إن الحسن من غيرك حسن ولكن منك شنو؟ أحسن، والسيء من غيرك سيء ولكن منك أسوأ لقربك منا أهل البيت. حتى تعرف إنه هذا شيعي، مو شيعي، لا شيعي. ليه استحى؟ شوف ايش قد عبارة لطيفة أطلقها. أول ما قال له بالحسن ما قال له بالسيء، قدم الحسن. 2 انطى راتبه، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، من الطاع وأحسن إلى قلبا فتح للنصيحة. ملتفت شوية لانت أعصابه وما قال له أنت تشرب خمرة ودير بالك والخمرة خطرة وإلى آخره ويحرم صاحبها من الصلاة ومن الصيام وأول الداخلين إلى النار، دير بالك. يعني ما ذكره بهيك قضايا، بس أشر له إشارة خفيفة، قال له دير بالك أنت محسوب علينا، والمحسوب علينا إذا باق يقولون الشيعي باق، إذا زنى يقولون الشيعي زنى، إذا قطع صلاة يقولون هذا مو خوش آدمي ما يصلي. ملتفت قال له وصلت المعلومة يا ابن رسول الله، صار واضح بأدبية، هشك أدبية. ملتفت
أما المحور الثالث فهو إحياؤه لذكرى سيد الشهداء. أي نعم، من أكثر أئمة أهل البيت اللي وصلتنا روايات دعم المجالس ودعم النعي ودعم القراءة على الحسين على الإطلاق هي روايات جعفر بن محمد الصادق. أي نعم، يعني هيكلية المجالس اللي دعمها أسسها الإمام زين العابدين، واللي دعمها بشكل مباشر الإمام الباقر، وكثرها الإمام الصادق. أكثر روايات، أنا مسؤول عن كلامي، أكثر الروايات اللي وردتنا على إقامة العزاء وشكلية العزاء ودعم الشعراء وأهل الطريقة اجت عن طريق الإمام الصادق. ليش؟ لأنه مجرد يصعد واحد يحكي معلومات علمية وتاريخية ما تتناغم وياها الناس، أما إذا ربط الناس عاطفيا مع المسألة أكو تناغم، لأن مو كل الناس علماء ولا كل الناس مثقفين، لكن كل الناس عندهم مشاعر. إذا استغلت المشاعر استغلالا صحيحا تناغمت مع القضية وتمسك بالدين عن طريق المشاعر. التعبير هو الإمام الصادق يقول وهل الدين إلا الحب؟ فحبنا للإمام الحسين وللقضية والمشاعر والعواطف اللي مربوطة بالقضية عاشوراء جعلتنا من المتدينين، لأنها أكثر قضية عاطفية. ألفت نظرك، كان يسوي الإمام الصادق؟ كان يكثر من حديث الفضل لإقامة العزاء. نعم، من أقام على الحسين العزاء أو ذكره ببيت من الشعر وإن كان ملحونا عوضه الله ذلك بالجنة. بيت الشعر ملتفت. يقول زيد الشحام دخلت بزيارة، مؤمن مثلكم من أهل الكوفة، يقول دخلت بالزيارة للإمام جعفر بن محمد الصادق، وكان بيته كبير واسع يستقبل به المؤمنين وتزدحم عليه الناس من كل الطوائف، مرجعية كبرى. يقول زيد الشحام أنا اجيت شديت الرحال زرت النبي ومريت ببيت الإمام الصادق سلام الله عليه، من طبيت يقول سلم علي قام بوجهي وعادت أن يرحب بالجميع بهالصورة الدمثة الرائعة. يقول قعدت شوية، يقول وإذا دخل علينا الشاعر المعروف في زمنه جعفر ابن عثمان الطائي، هذا من شعراء الإمام الصادق سلام الله عليه، بعد ذلك صار من شعرائه. يقول بمجرد أن دخل أبصر به الإمام قام له إجلالا ومشى إليه واستقبله، وذاك أيضا عطف على الإمام هم قبله إلى آخره. بمجرد أن استقر به المقام وجابوا له فد شيء يعني يشربه أو يأكله، عادة الإمام أن يضيف، وإذا ضيف أكثر وأجاد بتعبير رواية، ثم التفت إليه، يعني بعد المجاملات السلام التفت إليه قال له يا جعفر، قال له نعم سيدي يا ابن رسول الله، قال له سمعت أنك رقيق الشعر على الحسين، أنت شاعر سمعت هواي وصلني من عندك شعر جميل. قال بلى يا ابن رسول الله إني لا أفعل ذلك. قال أجرت جزاك الله خير، اذكر لنا الحسين بأبيات من الشعر. عشرات المرات سيد الحميري أيضا عنده شعر أمامه غيره، كان يدعم الشعراء دعم لا حدود له ويعطيهم عطاء عجيب. قال له اذكر لنا الحسين. فعلا يقول جعفر زيد الشحام يقول قاعد أنا، يقول فأتانا بقصيدة عصماء يذكر فيها مصائب الحسين، يقول فرأيت الإمام كأن دموعه كاللؤلؤ تنحدر على وجنته. قال عندك بعد شيء؟ قلت له نعم يا ابن رسول الله. يقول قرأت له بعد شيء، مجلس عزاء نفسه يقول قرأت له بعد شيء، يقول وإذا بالإمام بأبي وأمي يجهش بالبكاء، يعني صوته هم مرتفع بالبكاء، ثم اسمع بالله النهاية. قال له يا جعفر لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك يا جعفر، أزيدك؟ قلت يا ابن رسول الله ومثلك يزيد. قال له يا جعفر إن من حضر مجلسنا هذا من الملائكة وبكوا بأكثر مما بكينا على الحسين يا جعفر بما قلت. سمعوا، ترى مو بس أهل الأرض سمعوا كلامك، أهل السماء أيضا سمعوا كلامك يا جعفر. يا جعفر لقد غفر الله لك وبوأك بكل حرف مكانا في الجنة. لذلك الإمام كان يدعم دعم منقطع النظير، يطبون عليه الشعراء
وكان يتسلى بالقضية الحسين أيما تسلي. فعلا المنصور فد يوم ودع لي جماعة بعد أن اختلفوا يا الإمام الصادق اختلاف فظيع، ودع لي جماعة، الروايات تقول سنية وشيعية، فأحرقوا بيت الإمام من السطح. شمروا عليه شنو؟ ما دخلوا من الباب، شمروا على الإمام من السطح وأحرقوا بيته، حرقوا بيت الإمام الصادق. وفعلا الإمام طلع يصيح: أنا ابن أعراق الأرض، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى. يقول: ووطأ النار برجليه فأطفأها. طبوا عليه أصحابه ثاني يوم، لقوه حزين كئيب ملتفت. قال له: يا ابن رسول الله، أنتوا يروح من عندكم شهداء عظام، ما تحزنون هذا الحزن، ما لنا نراك كئيبا حزينا. على مود شوية هذا المكان اللي احترق من البيت. قال لهم: أي بيت؟ أي نار؟ أي حريق؟ أنا ما أدري بال هاي القضايا إطلاقا. قال له: لا، إذن لما الحزن يا ابن رسول الله؟ ليش حزين يعني؟ قال لهم: الحزن البارحة لما شمروا علينا وحرقوا البيت، تدري أنا عندي نساء وعندي أطفال، والله لما رأيت نسائي يتراكضن من حجرة إلى حجرة خنقتني العبرة، فتذكرت مرور عماتي ورهوبن من خباء إلى خباء ومن خيمة إلى خيمة، ذاك المنظر اللي رجعني إلى كربلاء. ما فارقوا كربلاء إطلاقا. يقولهم: تذكرت شلون زينب، أخوات زينب لما توقع عليهن الخيمة شلون يطلعن من عدها. وهذه كانت نصيحة الإمام الحسين، أن اجمع العيال والأطفال. اجت بضدها رواية الإمام زين العابدين، لما اجت قالت له: عم زين العابدين، إلى أين نهرب؟ وين نشرد؟ ماذا نصنع؟